تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد يمددون الإضراب الأسابيع المقبلة. سوف نتعرف في هذا الفيديو عن الأسباب وكذلك الأشكال النضالية التي سوف يقومون بها. لا تنسى الاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد، وكذلك لا تنسى الضغط على زر جيم والاشتراك في القناة ووضع تعليقاتكم وأسئلتكم حول التعليم بصفة عامة. إذا كما قلنا فالتنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد سوف تمدد الإضراب الوطني لمدة 3 أيام قابلة للتمديد. يعني الأسبوع المقبل سوف يكون إضراب 3 أيام، ويمكن أن يتم تمديدها مرة أخرى، وذلك بسبب بعض الاعتقالات للأساتذة المفروض عليهم التعاقد والحكم عليهم، وكذلك لأسباب أخرى سوف نتعرف عليها. إذا كما قلنا فتنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد قامت بمقاطعة تسليم النقاط للإدارة، وسوف تستمر في هذه الخطوة، يعني لن تسلم النقاط. وكذلك تمديد الإضراب ل3 أيام، يعني يوم الاثنين 13 و14 الثلاثاء و15 الأربعاء فبراير 2023 قابلة للتمديد، يعني يمكن أن تمدد أكثر إذا لم تقم الوزارة بالاستجابة لمطالبهم. كذلك خوض أشكال نضالية نوعية إقليمية قطبية وجهوية ملحوظة. يوم الاثنين 13 فبراير، يعني أول أيام الإضراب، سيتم النطق بالحكم الاستئنافي على مجموعة من الأساتذة والأستاذات، من بينهم أستاذة حكمت ابتدائيا بالسجن النافذة. إذا تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد كما تعلمون فهي تناضل منذ 2016 من أجل ترسيم الأساتذة كباقي الأساتذة الذي تم ترسيمهم قبل 2016، ولكن الوزارة لم تستجب لمطالبهم. لذلك هذه التنسيقية سوف تستمر في الإضراب إلى أن تستجيب الوزارة لمطالبهم.